بالنسبة لحسم الجدل في حفلة انمي اللي كانت عند أهرامات الجيزة، هل هي كان فيها طقوس شيطانية؟ هل هي كانت بتقوم بمهمة معينة بتخدم مؤسسات معينة؟ أولا وقبل أي كلام، بغض النظر عن العدد اللي حضر 15,000 أو 100,000 أو مليون، وبعد شروط انهم لازم يكونوا كابلز مش سنجل، وسنهم فوق ال 21 سنة. بس التذاكر اللي اتباعت يقال انها مليون تذكرة بأقل سعر 7,000 جنيه او ما يزيد، وايرادات الحفلة دي عدت 12 مليار جنيه. ومش هحسبها عشان هتاخد وقت، احسبها انت واكتبها في كومنت. اللي عايز اقوله ان الحفلة دي بجد ما كانتش حفلة عادية. ولو تفتكروا الحفلة اللي اتعمل ضدها حملة كبيرة من كام سنة عشان ترافيس سكوت اللي كان هيعملها ماسوني، والحفلة اتلغت بالفعل عشان كان وراها طقوس شيطانية ممكن تؤدي لزلزال. وفي ناس اتكلمت في القصة دي كتير وقتها، ومن ضمنهم العبد لله عمل فيديو ووصل 1,000,000 مشاهدة وقتها على الحساب التاني لو حد متابعني هنا. الحفلة اللي كانت في الأهرامات من يومين دي بقى كانت لفرقة موسيقية معروفة اسمها انمي. المهم ما علينا من اسمها. الفرقة دي معروفة انها بتتبع الماسونية وبيستخدموا رموزهم